في ظهور إعلامي مؤثر، خرج زوج الراحلة عبير شتيتة صباح اليوم عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ليشارك متابعي زوجته تفاصيل مؤلمة عن فقدانها وحالته النفسية التي خيم عليها الحزن بعد رحيلها. عبير، التي كانت محط حب وتقدير من الجميع، تركت فراغا كبيرا في حياتهم، وكان زوجها أول من عبر عن مشاعره وألمه في هذه اللحظة الصعبة. أكد الزوج في حديثه على العلاقة العميقة التي كانت تجمعه بعبير، مشيرا إلى أنها كانت إنسانة نقية وطاهرة، لا تكن إلا الحب للآخرين. وصفها بأنها كانت دائما تهتم بمشاركتهم تفاصيل حياتها على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تكون تلك هي إحدى طرقها للتواصل مع جمهورها الذي أحبها بشكل خاص. وعبر عن أسفه الشديد لرحيلها المفاجئ الذي ترك أثرا عميقا في نفسه وفي حياتهم اليومية. ثم تناول الزوج تفاصيل الحالة الصحية لعبير قبل الولادة، حيث تعرضت لفيروس هاجم جهازها التنفسي، خاصة رئتيها، مما جعلها بحاجة إلى العلاج المناسب للنساء الحوامل. ورغم تحسن حالتها مؤقتة، إلا أن الفيروس عاد ليهاجم قلبها بشكل أكثر حدة، مما جعل حالتها الصحية تتدهور بسرعة. وذكر الزوج أن الأطباء قرروا إجراء ولادة قيصرية مبكرة للحفاظ على حياة الأم والطفل، لكن الحالة لم تتحسن، وتوفيت عبير بسبب مضاعفات المرض التي لم تتمكن من الصمود أمامها. وفيما يتعلق بالرضيع، أكد الزوج أن الجنين لم يفارق الحياة، بل كان لا يزال يصارع من أجل البقاء. وتابع أنه رغم انتشار أخبار عن وفاته، إلا أنه لا يزال على قيد الحياة ويخضع للعلاج المكثف. وطلب الزوج من المتابعين الدعاء لطفله الرضيع، مشيرا إلى أن الأمل في الله كبير وأنه لا يزال هناك فرصة لتحسن حالته.